السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليمن. اليمن هي مهد الحضارات العربية، واليمن هي الرجال هناك لهم قيمة كبيرة جدا. أعلم جيدا أن القيمة الكبيرة بالنسبة للرجال في الوطن العربي كبيرة، ولكن هناك أرى منهم رجال لم أراها من قبل. وأنا مصري صعيدي، وأحترم كل الشعب اليمني العظيم، وله كل الاحترام وكل التقدير مني كوني مواطن مصري صعيدي حر. ولكن أقول لليمنيين شيء مهم جدا. الوضع أصبح من أسوأ لأسوأ، وأنتم تعلمون جيدا ذلك هذا الكلام. ويجب علينا جميعا، لست اليمنيين فقط بل جميع الشرق الأوسط، أن قبل ما أن يطوف حول مكة والمدينة يجب أن يطوف حول الفقراء والمساكين، بل الفقراء والمساكين أصبحوا الأكثرية والأغلبية العظمى في هذه البقعة، وهي الشرق الأوسط. ويجب أن نكون دائما حريصين على تبادلنا من احترام ووقار وتقدير. وأنا كوني مواطن مصري أعز أهل اليمن والشعب اليمني العظيم من أول حد آخر. وأقول لست للشعب اليمني فقط، أنا أحب الشعب العربي كله، ولكن كل دولة تعلمون جيدا أنها فيها مميزات وفيها سلبيات. أنا لا أركز على السلبيات على الإطلاق، بل أركز على إيجابيات هذه الوطن. وبصراحة اليمنيين هم فقراء، ولكن لديهم من الرجولة، هم أغنياء بها، وأغنياء جدا بهذه المواقف الرجولية وعزة النفس. وعلى قولة السوريين إن زينة الراجل عزة نفسه. فمن أجل ذلك أقول لليمنيين كل الاحترام وكل التقدير لكم جميعا، وأحبكم في الله. وهذه القناة يشرفني بحضور جميع اليمنيين عليها، وهي اسمها بحر العرب.